السلام عليكم. أهلا بيكم في عالم التطبيقات. لو أنت مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات دلوقتي تقدر تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك مننا كل يوم جديد ومفيد في عالم التطبيقات، وتقدر نوصل لك كل التطبيقات اللي تهمك في حياتك، سواء كانت تطبيقات عالمية أو تطبيقات محلية، تطبيقات سيارات، عقارات، أو التطبيقات اللي بتسرق حساباتك وبتهكر بياناتك، وكمان تطبيقات التعارف. النهاردة هنتكلم عن تطبيق تكة. التطبيق ده مساحته 17 ميجا بايت، حجم عمليات التنزيل إلى الآن أكتر من 1000 عملية تنزيل. التطبيق ده هو تطبيق ديليفري، يعني تطبيق توصيل الطعام من الماركت والمطاعم لمنزلك بطريقة سهلة وبسيطة. من مميزات تطبيق تكة ده ان انت هتدفع الفلوس نقدا عند الاستلام، وتقدر كمان تتتبع طلبك اللي انت طلبته من اي مطعم او محل او سوبر ماركت. تطبيق تكة بيسهل حياتك جدا، وانت قاعد على تليفونك بيبقى باين قدامك او بتقدر تحدد المكان اللي انت عايز تشتري منه طلبك، سواء بقى سوبر ماركت، محلات مميزة، محلات طعام، مطاعم كبيرة. تقدر تتحكم بسهولة في ملفك الشخصي عن طريق تكة، قائمة طويلة من المحلات المميزة، وكمان تقدر تقول تعليق كمان على المنتج اللي انت اشتريته او على الوجبات وتضيف ملاحظاتك عليها. تكة بيعمل لك توصيل لحد البيت، وتقدر كمان ان انت بتحجز طاولة او ترابيزة لو انت عندك مناسبة او عايز تروح انت وصحابك تسهروا في مكان معين. تقدر عن طريق التطبيق ده ان انت تحجز الطاولة بتاعتك اللي انت هتخرج فيها مع اصحابك او اهلك. وتقدر كمان ان انت لما تطلب من التطبيق المنتج اللي انت بتطلبه بتتتبع التطبيق الدليفري مباشرة، بتبقى عارف هو وصل للمكان لحد فين لحد ما يوصل لك طلبك لحد البيت. اتمنى اكون وصلت التطبيق بشكل سهل وبسيط، ويا ريت بعد ما نحمل التطبيق ده كل واحد يقول تجربته الحقيقية في التعليقات، سواء كانت تعليقات إيجابية أو تعليقات سلبية. ولو انت شفت الفيديو ده بعد فترة ولقيت ان فيه اي تعديل في التطبيق، ياريت تبلغنا بيه علشان نعمل لك فيديو تاني بشكل افضل، ونقدر نوصل لك التطبيق بصورة جيدة بالتجديدات والتحديثات اللي حصلت عليه. دلوقتي بنطلب منك انك تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك مننا كل يوم الجديد والمفيد في عالم التطبيقات، أو تتواصل عن طريق مراجع برامج على الفيسبوك.